فيصل فجر نجم أسود الأطلس. فيصل فجر، فيصل فجر، يلا يا فيصل. فيصل فجر مع دييغو ألفيش. يعلم طبعا فيصل أنه يقابل حارسا من أفضل الحراس. يا هو كذلك اللاعبين الذين كانوا بانتظار أن يحققوا أول هدف لهم. فيصل لم يسجل ولا هدف. ركلة الجزاء ربما هي نقطة مفصلية. حينما يكون لديك حارس عملاق يجب أن يكون المسدد على أعلى مستوى، ويجب أن ينتظر مفاجأة من الحارس. زي ما في هدافين موهوبين بالفطرة، في حراس مرمى موهوبين أيضا بالفطرة. دييغو ألفيز يمثل هذه القاعدة والمعادلة. هو موهوب يا خالد في صد ضربات الجزاء، عنده تمركز كويس وتوقع كويس، وأيضا بيعرف يلاعب اللاعب المسدد مختلف، يعرف يوتره، يعرف امتى هيلعبها شمال وهيلعبها يمين. ده توقع منه، وعنده رد فعل سريع وثقة. اكتر من تقريبا 21 او 22 ضربة جزاء بالنسبة له، لا مدياله ثقة ومدياله ايضا رعب لدى المسددين على اعلى مستوى. جريزمان اضاع قدامه اللاعبين ضربتي جزاء في مباراة اتلتيكو مدريد التي خسرها جابي وجريزمان اضاعوها. نعم. فيصل انا ممكن يبقى توفيق، انما انا حاسس ان هو كان مستعجل شويه. نعم. كان بيفكر ازاي هيفرح بعد احراز الهدف، كما كان يفكر في الفرحه حينما كان انفرد امام حارس تير شتيجن. أيوة. فدي عنصر مهم، لازم تبقى مسدد ضربات الجزاء تبقى هادي، انما هو مستعجل واحساسي انه مستعجل وعايز بيفكر في الفرحه اللي بعد الهدف. انما هي المباراه مفتوحه، كلا الفريقين دخل المباراه بدون تحفظات، وده سيكون هناك تغيير في خروج فيصل فجر. ربما لم يكن بمعنويات جيدة. فضل المدرب أن يغير. نحن لا نغير بالطبع معلقا، لازم منا خالد غول في الانتظار. نتحول إليه وأحداث الشوط الثاني. خالد إليك مرة